وهي في الصراحه عزيزه خوتي دارت احسن مبادره، اللي عجنت الخبز وذوقت جيرانها، اللي عجنت الخبز وعطاتنا الجيران ديالها يا خوتي جوج ديال الخبزات للدار، جوج ديال الخبزات للناس، يعني ماشي الناس اللي كما تنقولوا اللي تيكبر كرشو على والو. عزيزه تبارك الله دارت واحد المبادره اللي عجبتني الصراحه، يعني ماشي دخنت عليهم غير هكاك اخوتي، لا عزيزه دخنت عليهم وفي نفس الوقت بحالني تعطيهم ديك الخبيزات باش يضربوا الطم يتفكروا خبيز يا التراب ويلي. وعزيزه دارت اخوتي فراد الحومه، عرفتوا فراد الحومه اللي تيجي تيطيب فيها الخبز بحال هكاك دارت عزيزه. دابا تصوري عزيزه ملي نتيا دابا والله خوتي تجيني الضحكه. تصوروا عزيزه خوتي دابا يعني واحد النهار تصوروا عزيزه خوتي تطيب الخبز للجيران، كل صباح يجيبوا لها الوصلات ديال الخبز، عرفتوا فران الحومه عرفتوا اخوتي، بحال هكاك درهم من الخبزه ولا 3 ريال من الخبزه عند عزيزه في دار عزيزه الازرق. ويلي 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 لو بيرش ديال عزيزه يا خوتي عيولي يا خوتي واحد البليصه الدار ديال عزيزه عاد يولي بحال شي لوطيل فيه الخبز فيه الكرا فيه كل شيء اللي حليتو عليها ذوق ماكم تجبروا عند عزيزه، الدار الكرا كل شيء كاين. المهم خوتي لي لايك والبارطاج شكرا لكم وراكم عزاز وغاليين، وتنتمنى الدعم من هذه القناه اخوتي باللايكات والبارطاج، ما تخسروا حتى شي حاجه ولا غير خطيكم. ويلا نكملوا الفيديو ديالنا. اول حاجه تحيه العزيزه صراحه مبادره اللي زوينه اللي تتفرح شحال من واحد اخوتي حتى تيحس تيشم الصباح ويشم الدخان، ايوا ملي تعجنت الخبز حتى يعني صافي حبس الريحه ديال الدخان وتجي عزيزه تدق على جيرانها واحد واحد زنقه زنقه هاكم جوج خبيزات من الفراني الجديد، حيت هما خوتي متتبعين ديال عزيزه ومتتبعين ديال العائله. حيت هنا خوتي باش تعرفوا القناه ديال وصال وعالي راه مشهوره، القناه ديال وصال وعالي مشهوره يعني في ديك في الشمال كله ومن غير الشمال في اي بلاصه تعرفوا وصال وعالي. وعزيزه تشهرت ثاني مع وصال وعالي، فهمتوني تشهرت مع وصال وعالي. المهم محتوى زوين محتوى رائع، وكما قالت هاد المره عاد عطيني 8 ديال الناس تبارك الله ماشي سهله، كل دار تعطيها جوج د الخبزات من الدار يعني راه تمام اخوتي والو عاد تكون عجنت واحد 25 كيلو د الطحين ولا 20 د الكيلو باش يعني بالزرع ديالها باش تقرص 25 اخوتي 20 د الخبزه باش تعجنها راه ماشي سهله، يعني بنادم حنا تنعجنوا غير 3 و4 د الخبزات وتنعياو عسى يعني باش تعجن يعني واحد الكميه اللي كبيره وتفرقي على الجيران. هذه احسن حاجه واحسن اجر سعداتها صراحه، احسن مبادره الله يسهل عليها وعجباتني هذه المبادره خوتي ديال عزيزه تبارك الله ما عندي ما نقول. هنا يا خوتي غنقول مرات المرحوم سبحان الله واحد الانسانه اللي طيبه وتجي عند عزيزه بزاف الناس قال لك تجي عند عزيزه على الطمع، تجي عند عزيزه باش تعطيها، تجي عند عزيزه باش تدور معاها. انا نقول لكم مرض المرحوم ما مخصوصاش ما تمشيوش بعيد، مرض المرحوم الا سمعتونا تنقولوا يعني خاصها اللي يعاونها وعلى ولادها وتكشي ماشي حيت مخصوصه من الفلوس ولا لا، مرت المرحوم ما مخصوصاش عندها تبارك الله الطيور ديالها مكريين جوج برطمات مكريين، عندها الغله ديال راجلها باقي تيوصلها الحق ديالها تتخدم، ها هو تبارك الله ولدها الكبير تيخدم يعني عندها المدخول، كاين العوين ما بين خوتها حيت هي خوتها ساكنين معاها يعني تا هما تيتقداو اللي تيجيب الطحين اللي تيجيب الماكله اللي تيجيب الخضره يعني متعاونين، هي في الدار تطيب وخوتها تيتقداو ومتعاونين ودايرين يد في يد مع بعضياتهم. ملي كانوا الوالدين ديالها الله يرحمهم بجوج لا الام ولا الاب كانوا دايرين يد في يد مع بعضياتهم وكما تنقولوا معاونين مع بعضياتهم صراحه. هذه مبادره اللي واعره داكشي علاش هنا غنهضر تاني على بنت سعاد تبارك الله ما شاء الله حتى هي ولات تفلوغي وحتى هي ولات تعرف تصور وحتى هي ولات انطلقات مع الكاميرا سبحان الله خوتي القلب ما يريد سبحان الله، يعني هذيك الانسانه ترتاح مع بنت عزيزه وترتاح بدار عزيزه بحالني في الدار ديالهم. وعزيزه واحد الانسان اللي تيجي عندها لدارها تيمشي فرحان، اللي تيجي عندها لدارها
تيمشي عاجبو الحال وفرحان، تتهلا في الضيوف ديالها، طيب لهم، دير لهم الشهيوات، ما تتقنطش من الناس. خوتي عزيزي الا لاحظتوا واحد الانسانه اللي ما تتقنطش من الضياف ديالها اللي جا عندها، يجلس شحال ما جلس تترحب بهم في اي وقت. هادشي اللي تعجبني في عزيزه، واحد الانسانه اللي طيبه وقلبها كبير. ولو بعض المرات تنخرجوا تنتقدوها ولكن بحب، ماشي زعما تنتقدوها يعني الكراهيه. لا لا خوتي، ما تنتقدوا شوفوا حتى البقبوقه راه والله ما تنتقدوها بالكراهيه زعما تنكرهوها باش نخرجوا، لا، فقط تنتقدوا الفيديو، اما ما عندنا غرض. داكشي علاش يعني ما تنحقدوا حتى شي واحد، فقط اخوتي فيديو تنديروا فيديو تنتقدوا فيديو داكشي اللي فيه. وكلمه الحق راه تنقولوها. انا البارح ملي خرجت وقلت تبارك الله على بنت البقبوقه، الصراحه راه ما كذبتش، حيت اللي شفتو بعيني وما يمكنش حنا هاد البنت باقا صغيره تبارك الله وهي طيبه لامها وجدات لها الطبله وتبارك الله داكشي متيول، صيفطات لبيطات وعملت الشكورج عليهم، يعني باش الا كان فيهم الزيت ما يتخواش، القراعي ديال الماء بوحدهم، الطيسان كلشي مزول المشكورجي. يعني كاين التاويل وكاين الحداقه تبارك الله. يعني ملي نتيا مخليه للعيال صغيرين، مخليه جوج العيال طريبيه يعني باقا يلا تتحبوا، ومخليه للبنت الاخرى ومخليه للدار والطياب ومطيبات لك الغدا ومصيفطه خاها بالغدا متيول كلشي مقاد، راه تبارك الله راه يعني كاينه المعنى، باش ما نبقاوش نكذبوا وحنا ديما خايب. لا يعني كلمه الحق راني تنقولوها. بالنسبه نوصل اخوتي عاوتاني هكاك اي حاجه بحال داك النهار وصل طيبت ديك الحرشه، ديك الزينه الحرشه، خرجت اخوتي نيشان، حيت خرجت جلد الكلمه وقالت انا مره تنعاير وصل، مره ما عرفتش واش معانا ولا مع غانا. انا منتقده، انا ماشي معاك يا العذو بالله، انا ماشي معاك، انا منتقده، انا ما تنتبعش طريقك، انا تنشوف داكشي اللي شافته عويناتي وسمعاتو فديناتي. انا ماشي بحالك شريره نجبد انا الصرير ديال الناس اللي مخبيينهم شحال من عام ونحطهم لهم في اليوتيوب. انا ماشي متك النوع، انا فقط تنتقد داكشي اللي في اليوتيوب وتنشوف داكشي اللي في اليوتيوب تنهضر عليه. اما شي حاجه اللي خاصه بالعائله بعيده كل البعد، ولو عارفه شحال من حاجه، والله العظيم الا عارفه شحال من النقطه اللي عارفاها، ولكن ما تيهمنيش حيت هذيك اسرار خاصه. حيت كما انا اسراري خاصه ما نبغيهاش نسمع بلايص اخرين حتى هما من حقهم. ولكن انا كمنتقده تنشوف الفيديو، تنعطي الراي ديالي، تنعطي داكشي اللي شفت انا فقط. ما تيهمنيش الخاص ولا الديور ديالهم اش فيهم، فقط داك الفيديو تنحكم على ديك 20 دقيقه ولا 30 دقيقه اللي تنشوفها في اليوتيوب وتيبارطاجيوها معنا زوينه والخايبه. هذه هي الحقيقه. بحال الحرشه ما عجبتنيش، خرج وقلت هذيك ما حرشه ما والو، بقبوقه دارتها فوق الكانون جات غزاله، وصل دارتها فوق البوطه جات زيرو. هذه هي الحقيقه. يعني كاينه ما كايناش اش نبقى نكذبوا ونافق.